لو أنت جديد في أمريكا، يا أهلا وسهلا يا بيك. عارفين دماغك دلوقتي مليانة شغل، سكن، إزاي تتأقلم. بس تعال نقول لك سر خطير. البنك هنا مش زي البنك عندنا. ممكن يبقى صديق يساعدك أو يتحول لكابوس يبلع فلوسك وأنت مش واخد بالك. خلينا نقول لك على 5 غلطات ناس كتير بيقعوا فيهم، ومع كل غلطة هندي لك مثال حي. 1. تفتح حساب في أول بنك يقابلك. محمد أول ما وصل قال: يلا أفتح حساب في أقرب بنك وخلاص. بعد شهر اكتشف إن البنك بياخد $15 كل شهر رسوم صيانة، يعني في السنة $180 طاروا من غير ما ياخد أي ميزة. الصح: اسأل عن حساب مجاني أو اللي بيعفيك من الرسوم لو راتبك بيتحول عليه. وأعرف توزيع ال ATM التابعة للبنك حوالينك، لأنك مش عايز تروح تسحب $20 وتلاقي البنك واخد منك $5 رسوم سحب. محمد ضحك وقال: طلعت القهوة اللي شربها البنك أغلى من القهوة اللي بشربها أنا. 2. تنسى تطبيق البنك. أحمد كان بيروح الفرع كل أسبوع يسأل: هو رصيدي كام؟ لحد ما موظف البنك نفسه قال له: يا عم نزل التطبيق وريحنا. التطبيق مش هزار، تتابع رصيدك، تحول فلوس، توقف الكارت لو ضاع، تدفع فواتيرك وانت قاعد في البيت على الكنبة، يعني بدل ما تضيع ساعة مشوار ضغطة زر كفاية. 3. تحط كل فلوسك في حساب واحد. خالد بيقبض مرتب $3000 يحطهم في حساب واحد. إيجار، أكل، شوبينج، كله داخل خارج. في آخر الشهر يبص في الحساب يلاقي 0. يقول: معقول؟ أنا كنت عايش إزاي؟ الصح: افصل بين حساب المصاريف وحساب الادخار. وحركة ذكية: اعمل تحويل أوتوماتيك أول ما المرتب ينزل، يعني مثلا تحول 300 أو $400 على الادخار من غير ما تحس، كده فلوسك بتختفي لصالحك. 4. تطنش الكريدت هيستوري. كتير بيقولوا: أنا كاش ماني يا معلم، مش محتاج كريدت. بس في أمريكا من غير كريدت هتتعب في استئجار شقة أو حتى شراء عربية. مثال: سامي فضل 2 سنين يدفع كاش في كل حاجة. يوم ما جه يشتري عربية بالتقسيط البنك قال له: ما عندكش تاريخ ائتماني، أسفين. الصح: ابدأ بكارت آمن سكيورد كارد، حتى لو الحد بتاعه $8. استخدمه في مصاريف بسيطة زي بنزين أو أكل وسدده كل شهر. بعد فترة هتلاقي الكريدت بتاعك بدأ يتحسن ويفتح لك أبواب. 5. تسيب الرسوم الصغيرة وتعدي. مروة اكتشفت إنها بتدفع $2 كل مرة تسحب من ATM مش تبع بنكها. قالت: $2 مش فارقة. بعد 6 شهور لقيت إنها دفعت أكتر من $60، يعني كانت ممكن تشتري بيهم تذكرة طيران داخلية. الصح: راقب حسابك من التطبيق. لو لقيت رسوم غريبة كلم خدمة العملاء، ساعات بيرجعوها كمجاملة أول مرة. الخلاصة منا ليك: البنك هنا مش بس مكان تحط فيه فلوسك، ده جزء من حياتك اليومية. لو لعبت صح من أول يوم هتلاقي نفسك مرتاح وفلوسك محمية. لو طنشت هتفضل تضحك وتقول: البنك بياخد مني أكتر ما أنا باخد من نفسي. إخلاء المسؤولية. المعلومات دي للتوضيح العام فقط ومش نصيحة مالية. قبل أي خطوة لازم تستشير مستشار مالي معتمد. ولو الفيديو عجبك اعمل لايك واشترك معانا عشان تدعمنا وتشوف الحلقات الجاية. وقولونا في الكومنتات انت بتتفرج علينا منين، ولو في أمريكا ساكن في أنهي ولاية، وفتحت حسابك في أنهي بنك، وتجربتك كانت عاملة إزاي.